في سنة 1576 اتقبض على 14 شخص في مقاطعة ميديليكس في بريطانيا بتهمة كانت منتشرة جدا وقتها. تقرير المحكمة قال إن ال 14 واحد دول كانوا من ضمن 100 شخص في تجمع غير قانوني بيلعبوا لعبة تسمى كرة القدم. ما تستغربش لأنه مع دخول القرن ال 14 صدرت قوانين وإدانات من السلطة والكنيسة عشان تمنع وتقمع انتشار كرة القدم، واتوصفت بانها لعبه شيطانيه وعنيفه وبتضيع الوقت وملهاش اي هدف. اللي كان بيلعب كره القدم كان بيتبصله على انه مجرم او شخص تافه، لانه وقتها كانت الرياضه عشوائيه وعنيفه وساحه لتصفيه حسابات اجتماعيه وشخصيه ما بين القرى البريطانيه. طيب ازاي اتنقلنا من الصوره دي لكره القدم اللي احنا نعرفها النهارده؟ ازاي لعبه الشياطين اتحولت لاكبر رياضه شعبيه في التاريخ وصنعت مونديال بيجمع مليارات البشر قدام الشاشات؟ في الحلقة دي هنرجع لجذور الحكاية، من خناقات الشوارع لتأسيس الفيفا لحد ما الكرة بقت بتتحكم في السياسة والحروب. بس قبل ما نبدأ اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو عشان يوصلك المحتوى الجديد أول بأول. أنا أحمد عطية ودي حلقة جديدة من برنامج فضول. طب هي كرة القدم أصلها منين؟ ومين أول شعب لعبها؟ عشان نعرف أصل الحكاية هنرجع بالزمن لأكتر من 2000 سنة لورا، وتحديدا في الصين القديمة. هناك بنلاقي أقدم شكل موثق في تاريخ لعبة الكورة، والفيفا نفسها بتعترف بيه، وكان اسمها كوجو، معناها الحرفي ركلة الكرة. الأسطورة ورا اللعبة دي مرعبة شوية، والقصة الشعبية بتقول إن اللعبة دي ظهرت في عهد الإمبراطور الأصفر الأسطوري من حوالي 3000 سنة قبل الميلاد. الإمبراطور ده بعد ما انتصر على عدو وقرر يحتفل بطريقة دموية جدا، جاب بطن عدوه وحشاها قش وشعر وعمل منها كورة عشان يدرب بيها الجيش بتاعه. وفي القرن الثالث قبل الميلاد الكوجو كانت بتتلعب كنوع من التدريب العسكري والترفيه للجنود. ومع الوقت اللعبة اتطورت في عهد سلالة هان ووصلت لسلالة سونج، والموضوع بقى احترافي، بقى فيه قوانين وأندية محترفة ومسابقات بتتلعب بكورة جلد محشية بتتشاط جوه أهداف دائرية، وفيها مهارات فردية وجماعية بتتلعب بالرجل عادي جدا. ولكن دي هي رواية الصين. نسيب الصين ونروح على اليونان القديمة، أرض الفلاسفة والمحاربين، وهناك ظهرت لعبة اسمها إبيكسيروس. دي بقى ما كانتش كرة القدم بالمعنى الحرفي، دي كانت ميكس عنيف ما بين الكورة والرجبي، لعبة إقليمية بتعتمد على الاستحواذ على الأرض، فيها رمي ودفع ومنافسة شرسة، وكانت مشهورة جدا ما بين محاربين سبارتا. الرومان لما شافوها عجبتهم فتبنوها وسموها هربستوم، أو لعبة الخطف أو الكرة الصغيرة. والرومان خدوها حجة للتدريب والترفيه ما بين الجنود، بس كالعادة زودوا عليها بهارات العنف والالتحام الجسدي العنيف اللي بيليق بجيش الإمبراطورية. ومن جنود الرومان نروح لبريطانيا في العصور الوسطى، وتحديدا في القرن ال 12 وانت طالع. وعلى سيرة العصور الوسطى هتلاقي حلقة بالتفصيل بنتكلم فيها عن العصور دي ومدى غرابتها. المهم، هنا بنشوف اللي المؤرخين بيسموه كرة القدم الشعبية أو الفوضوية، موب فوتبول. أول وصف ليها اتكتب حوالي سنة 1170 على إيد مؤرخ اسمه ويليام فيتز ستيفن. الراجل وصف شباب لندن وهم بيتجمعوا على الغداء عشان يلعبوا لعبة اسمها لعبة الكرة. كل حرفة أو صنعة ليها فريقها الخاص، بس ما تتخيلش إن ده كان مجرد ماتش ودي، دي كانت حرفيا حرب شوارع. مفيش قوانين، عدد اللعيبة مفتوح، والهدف إنك توصل الكرة لمكان بعيد ممكن يكون على بعد أميال. الماتشات دي كانت الساحة الرسمية لتصفية الحسابات ما بين القرى، وكانت بتخلص دايما بإصابات وكسور وساعات بتوصل للوفيات. طبعا العبث والفوضى دي ما عجبتش السلطة. ملوك زي إدوارد الثاني سنة 1314 طلع قرارات متتالية بتمنعها، والكنيسة كمان حرمتها بحجة إنها بتعمل فوضى وبتلهي الشباب عن التدريب الأساسي بتاعهم وهو رمي السهام. بس هل الناس بطلت؟ بالعكس، اللعبة كملت وعاشت تحت الأرض وعلى الهامش، لدرجة إن في قرى زي أشبورن بتلعبها بنفس الجنون الكلاسيكي لحد النهاردة. طيب إزاي اللعبة الهمجية دي بقت رياضة محترمة وليها قوانين؟ في القرن ال19 المدارس الخاصة للنبلاء والأغنياء في إنجلترا بصوا للعبة دي بنظرة تانية، بدل ما يمنعوها قرروا يروضوها. قالك اللعبة دي بتعلم الشباب الشجاعة والعمل الجماعي، بس محتاجة شوية تهذيب. فبدأت كل مدرسة تحط قوانين خاصة بيها، مدرسة تسمح بمسك الكورة بالإيد، ومدرسة تانية تقولك لأ،
اللعب بالرجل بس. فوضى القوانين دي فضلت مستمرة لحد ما جينا لليلة التاريخية اللي غيرت شكل الرياضة للأبد. في 26 أكتوبر سنة 1863 اتجمع ممثلين عن 12 نادي ومدرسة في حانة اسمها فريماسونز، ودي كانت موجودة في لندن. المهم إنهم قالوا يا جماعة احنا لازم نوحد القوانين دي عشان نعرف نلعب ضد بعض. وفي القعدة دي حصل الانقسام التاريخي العظيم. مجموعة قالوا احنا عايزين نمسك الكورة ونضرب ونخبط براحتنا، ودول اللي أسسوا رياضة الرجبي. ومجموعة تانية قالوا لأ، الكرة بالرجل والضرب والعرقلة ممنوعين، ودول اللي أسسوا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وكتبوا أول قواعد رسمية للعبة اللي بنعرفها لحد النهاردة. بس الكرة ما كانتش هتبقى الرياضة الشعبية الأولى لو فضلت حكر على النبلاء والمدارس الخاصة. واللي عمل الانفجار التاريخي الحقيقي للكرة هم الطبقة العاملة، عمال المصانع والشركات، لأنه مع الثورة الصناعية العمال بقوا بياخدوا نص يوم السبت أجازة، والنص يوم ده كان هو المتنفس الوحيد ليهم، فبدأوا يأسسوا أندية خاصة بيهم طالعة من رحم المصانع. ولما إدارة المصانع شافت تأثير كرة القدم على العمال وخوفا من تمردهم، استثمروا في تأسيس فرق كرة قدم وتنظيم الماتشات. ومن هنا نشأت أندية لها أصول صناعية زي أرسنال ومانشستر يونايتد وويست هام. ومن بريطانيا بدأت كرة القدم تلف العالم بسبب المستعمرات. المهندسين والبحارة والعمال والجنود الإنجليز اللي كانوا بيسافروا أمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا كانوا بياخدوا الكرة معاهم في شنطتهم. العمال ينزلوا ميناء بوينس آيرس الموجود في الأرجنتين أو مونتيفيديو في الأوروجواي يشوطوا الكرة، والسكان المحليين يشوفوهم يتجننوا باللعبة ويبدأوا يقلدوهم. وفي أقل من كام سنة لعبة الشياطين دي انتشرت زي الفيروس في العالم كله، وبقت لغة عالمية مش محتاجة ترجمة. كل دولة بقت بتلعب كورة، وكل بلد عملت اتحاد، ومن هنا ظهرت الحاجة لكيان كبير يلم الليلة كلها، كيان ينظم بطولة عالمية تحدد مين أسياد الكورة في الكوكب. وهنا بيظهر في الصورة الكيان الأعظم والأكثر إثارة للجدل، الفيفا. في 21 مايو سنة 1904 وفي العاصمة الفرنسية باريس اتجمعت 7 دول أوروبية وقرروا يأسسوا كيان واحد يلم الليلة كلها وينظم اللعبة، الاتحاد الدولي لكرة القدم أو كما يسمى الفيفا. بس كان في مشكلة صغيرة، إن البلد اللي حطت قوانين اللعبة أصلا مش موجودة. أيوة، الإنجليز تكبروا ورفضوا الانضمام للفيفا في البداية، وقالوا إزاي إحنا اللي مخترعين اللعبة وننضم الكيان أسس شوية أجانب عشان يتحكموا في رياضتنا. بس بعيدا عن غرور الإنجليز، الفيفا بدأت تكبر، وكان حلمهم الأكبر إنهم يعملوا بطولة عالمية كبرى يتنافس فيها كل العالم. بس الحلم ده خبط في حيطة سد اسمها الأولمبياد، لأن وقتها كرة القدم كانت بدأت تتلعب في الدورات الأولمبية عادي، بس اللجنة الأولمبية كان عندها شرط صارم وعجيب بيقول إن اللعيبة اللي تشارك لازم يكونوا هواه، يعني مش بياخدوا فلوس او حتى مرتب. المشكله ان الكوره وقتها كانت بدات تتحول لمهنه، واللعيبه العمال في البلاد الاوروبيه بقوا محترفين بياخدوا اجور ولو كانت رمزيه. وهنا بيظهر بطل قصتنا، الاب الروحي للمونديال الفرنسي جويل ريميه. الراجل ده مسك رئاسه الفيفا سنه 1921 وقرر يتمرد على قيود الاولمبياد دي، وقال لك احنا هنعمل البطولة الخاصة بينا. في مؤتمر الفيفا في مدينة امستردام سنة 1928 الفكرة اتطرحت للتصويت الرسمي، يا جماعة احنا هنعمل بطولة خاصة بينا للمحترفين وهنسميها كأس العالم. الأغلبية وافقت، وبدأ السؤال الأهم يطرح نفسه، مين اللي هيستضيف الليلة دي؟ دول أوروبا كلها رفعت إيديها، إيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد، كله كان طمعان في الاستضافة. بس الموضوع رسى في الآخر على دولة من دول أمريكا اللاتينية، وكانت الأوروجواي. طب إشمعنى الأوروجواي؟ لأنهم ببساطة كانوا أسياد الكورة وقتها، واخدين ذهبية الأولمبياد مرتين ورا بعض سنة 1924 وسنة 1928. ومش بس كده، دول كانوا بيستعدوا يحتفلوا بمئوية استقلالهم سنة 1930. فقدموا للفيفا عرض ما يتعوضش، هنبني ملعب جديد يسع 90,000 متفرج، وهندفع تكاليف السفر والإقامة لكل المنتخبات اللي هتيجي، يعني من الآخر كله على حسابنا. الفيفا طبعا ما قدرتش ترفض العرض المغري ده، واعلنت الاوروجواي كاول مستضيف لكأس العالم في التاريخ. وهنا بقى الدول الاوروبية اللي كانت بتتخانق اتقمصت وانسحبت كلها، وتحججوا بان الرحلة بالمركب عبر المحيط الاطلنطي هتاخد 3 اسابيع رايح و3 اسابيع جاي، واللعيبة بتاعتنا لسه عمال وموظفين في مصانع وشركات، ولو غابوا شهرين عن شغلهم هيطردوا ويتقطع عيشهم. المهم اننا وصلنا لقبل انطلاق البطولة بس بشهرين، ومفيش ولا دولة اوروبية واحدة وافقت تسافر، والحلم بتاع جويل ريميه كان بينهار قدام عينه.
بس ريميه ما رفعش الراية البيضاء. الراجل ده خدها تحدي شخصي وبدأ يلف على الدول الأوروبية يترجاهم ويتحايل عليهم دولة دولة. وفي البداية راح لبلده الأساسي فرنسا وقال لهم عيب في حقي كرئيس فرنسي للفيفا إن بلدي ما تشاركش، فوافقوا بالعافية. وراح لبلجيكا وأقنعهم ينضموا برضه. أما رومانيا بقى فدي حكايتها حكاية. بس قبل ما أقولك الحكاية دي اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو، لأن ده أكبر دعم بتقدمه وأكتر حاجة بتساعد على تطوير المحتوى. المهم بقى إن ملك رومانيا وقتها كارول الثاني كان مجنون كورة، ولما عرف إن في أزمة اتدخل بنفسه واختار اللعيبة على مزاجه وراح لشركات البترول اللي اللعيبة شغالين فيها وطلع قرار ملكي صارم بيقول محدش هيتفصل من شغله وهيقبضوا مرتباتهم كاملة وهم بيلعبوا في البطولة. ويوغوسلافيا كمان وافقت تنضم للرحلة في آخر لحظة. وفي يوم 21 يونيو سنة 1930 جول ريميه ركب السفينة الإيطالية الشهيرة كونتي فيردي، ولم معاه في نفس المركب منتخبات فرنسا وبلجيكا ورومانيا، وحط في شنطته أهم وأغلى حاجة كأس العالم الذهبي اللي صممه النحات أبي لافلير. السفينة قطعت المحيط وعدت على البرازيل، خدت منتخبها في السكة وكملت لحد ما وصلت ميناء مونتيفيديو في الأوروغواي يوم 4 يوليو عشان تنزل المنتخبات ومعاهم رئيس الفيفا شايل الكأس في إيده، وتبدأ أخيرا أول صفارة في تاريخ أعظم بطولة عرفتها البشرية وبمشاركة 13 منتخب بس. وتبدأ معاها من هنا جنون وحكايات المونديال. وأهم حكاية حصلت في كأس العالم سنة 1930 كانت بين الأوروغواي والأرجنتين، واللي بينهم عداء أزلي وجودي. البلدين اتقابلوا في النهائي وكل واحد فيهم كان عامل كورة خاصة بيه وبيقول مش هلعب إلا بالكورة بتاعتي. وفعلا كل واحد لعب ماتشات بكورته. طب والنهائي يا جماعة؟ مش المهم في النهاية الأوروغواي كسبت البطولة ورفعت أول كأس مونديال على أرضها ووسط كل جماهيرها، وسط اتهامات باستفادتها بالانحياز والغش التحكيمي. وإذا كانت النسخة الأولى سنة 1930 في الأوروغواي خلصت بشوية مجاملات واتهامات بالغش لأصحاب الأرض، فالنسخ اللي بعدها الموضوع ما بقاش مجرد غش جوه الملعب، لأن المونديال اتحول لساحة بتعكس جنون العالم الحقيقي. الكورة اتعجنت بالسياسة والحرب والتعصب. وهنلخص تاريخ المونديال الطويل في 3 حكايات بس، كل حكاية فيهم بتعبر عن تيمة مختلفة تماما. وأول تيمة هنتكلم عنها وهي تيمة الديكتاتورية. في مونديال 1934 موسينيلي الديكتاتور الإيطالي الدموي أجبر الفيفا على الموافقة على استضافة إيطاليا للبطولة. موسوليني شخصن الموضوع وشاف المونديال تحدي وجودي، هكسب يعني هكسب بأي طريقة ممكنة، لدرجة إنه دفع رشوة لليونان عشان ينسحبوا من التصفيات وإيطاليا تديها الفرصة تتأهل. ويا ريت الرشوة كانت فلوس، دول اشتروا ليهم مبنى بدورين عشان يبقى مقر للاتحاد اليوناني. وقال موسوليني نصا لمدرب المنتخب فيتوريو بوتزو أنت المسؤول الأول عن النجاح، أما إذا فشلت فليكن الرب في عونك. وقال كمان للعيبة انتوا زي الجنود في الحرب، شكلها كده لا بديل عن الفوز. وطبعا الحكام كانوا متظبطين طول المشوار ولحد النهائي اللي كسبته إيطاليا 2-1 على تشيكوسلوفاكيا. وانتشرت إشاعة بتقول إن حارس تشيكوسلوفاكيا فرانسيك بلانكيا تعمد يسيب الجون التاني يدخل عشان ينقذ لاعبي إيطاليا من حكم الإعدام. وفي نسخة 1938 إيطاليا بتوصل للنهائي تاني قدام المجر، وقبل الماتش بالليل بيوصل تليجراف قصير لمعسكر الطليان ما فيهوش غير بس كلمتين من موسوليني بيقول الفوز أو الموت، عشان ينزلوا يرفعوا الكأس للمرة التانية. وكلها روايات من مصادر وقدامها مصادر تانية برضو بتنفي الحكايات دي، بس احنا بنقول لك الاتنين. نسيب الدم ونروح للكوميديا السوداء في مونديال انجلترا سنة 1966، البطولة اللي انجلترا كسبت فيها المونديال اليتيم بتاعها وسط شكوك تحكيمية بالكوم وتسهيلات تنظيمية كمان، لانهم كانوا بيلعبوا كل ماتشاتهم في نفس الملعب. بس الحكاية المهمة والعبثية بجد كانت بره الملعب وقبل البطولة بشهور اصلا، لما كأس العالم بنفسه اتسرق. انجلترا كلها اتقلبت عليه وجهزت نسخة بديلة للكأس، لحد ما في الاخر اللي اكتشف مكانه كان كلب عادي جدا اسمه بيكلز، كان بيتمشى مع صاحبه ولقى الكأس مرمي ومدفون في جنينة وملفوف بورق جرايد. الكلب ده اتعامل معاملة الابطال القوميين وقتها، اتكرم واتعزم على العشاء الاحتفالي بالبطولة مع المنتخب الانجليزي، وكمان مثل في فيلم سينما. ولما لقوا الكأس الاصلية اضطروا يبيعوا التقليد اللي عملوه في مزاد بعد كده. الكورة مش بس ديكتاتورية وعبث،
الكورة ساعات بتبقى سلاح للانتقام ولرد الاعتبار السياسي لبلد بحالها، لأنه في أوائل الثمانينات قامت حرب طاحنة ما بين الأرجنتين وإنجلترا على جزر اسمها فوكولاند. إنجلترا في الآخر هي اللي كسبت الحرب وكسرت كبرياء الأرجنتينيين وسابت جرح في كرامة الشعب الأرجنتيني، لحد ما جينا المونديال المكسيك سنة 1986. قرعة ربع النهائي بتحط الأرجنتين في وش إنجلترا، وهنا بيظهر اللاعب اللي ناس كتير بتعتبره الأفضل في التاريخ، وهو دييجو أرماندو مارادونا، عشان يقرر ياخد طار بلده بطريقته الخاصة. في الماتش ده مارادونا بيعمل أكتر حاجتين متناقضتين في تاريخ الكورة كلها. الأولى إنه بيسجل هدف بإيده من فوق حارس إنجلترا، والجون بيتحسب في فضيحة تحكيمية تاريخية. وأما التانية فبتحصل بعدها بدقايق. مارادونا بيستلم الكورة من نص ملعبه وبيرقص 5 من خيرة نجوم إنجلترا وحارس المرمى، وبيحط الكورة في الشبكة في مشهد أسطوري اتصنف كأعظم هدف في القرن العشرين. الأرجنتين بتكمل وبترفع الكأس، ومارادونا بيتحول لنصف إله في بلده لأنه رجع ليهم كرامتهم اللي ضاعت في الحرب. على مدار 96 سنة أثبت لنا كأس العالم إنه عمره ما كان مجرد 22 لاعب بيجروا ورا كورة أو شوية أهداف أو مجرد بطولة. ده مسرح سياسي كبير ومرآة بتعكس صراعات الدول وأطماع القادة وجنون البشر، وكل ده بيتجمع في صفارة حكم واحدة بتوقف الكوكب كله على رجل. والرحلة لسه مستمرة. تخيل كمية القصص والصراعات والدراما السياسية والكروية اللي لسه هتتكتب، ومين عارف يمكن نشوف حكايات أغرب من اللي حكيناها النهاردة في السنين الجاية. وفي النهاية وعشان تشوف المحتوى الجديد أول بأول اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو. سلام.